السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة والفوتبولر معاش. يدوب معداش 48 ساعة بعد التتويج الأفريقي وبدأت تظهر كمية إشاعات وكلام على خروج اللاعب ده وبيع اللاعب ده والعرض القطري والعرض الإنجليزي والعرض السعودي، وبدأنا نسمع حكايات أنا من وجهة نظري شايفها مش في توقيتها خالص، لكن هتجرنا لحكاية كنا بنتكلم فيها السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها على سكواد الأهلي ككل. الأهلي كل سنة الحمد لله يا إما بنوصل للنهائي يا إما بناخد البطولة الأفريقية، وعشان أوصل للنهائي واخد البطولة الأفريقية لازم يكون سكوادي في أقوى صورة ممكنة. الأهلي دلوقتي مع الراجل اللي بيدربنا ده اللي أنا مقتنع إنه عمل، يعني مش هقول عمل مش السيخ شربات، احنا عندنا سكواد كويس جدا، لكن في لعيبه كتيره كبيره كانت بره الفورمه وكان مستواها اقل، رجع لعيبه كتير وادى الحيويه للعيبه كتير وعمل فريق ممكن اقدر اقول عليه انه اصبح شبه متكامل. طيب المطلوب مني كاداره الاهلي بعد ما وصلت للنجمه ال11 ان انا اعمل ايه؟ داخل عليا كاس العالم للانديه في النسخه اللي تعتبر الفرصه الوحيده اللي انا اقدر انافس عليها، لان انا من وجهه نظري النظام بتاع ال 24 فريق ده ما حدش هيقدر عليه، يعني هيبقى حكر على اوروبا. مطلوب مني ان انا اعدل السكواد بتاعي لافضل صوره ممكنه. اولا فوجئنا بحمدي فتحي جاي له عرض قطري والاهلي شبه وافق عليه، وحمدي فتحي من وجهة نظري ركيزة مهمة جدا من ركائز الفريق. لو انت جيت سألتك كأهلاوي كده مين اكتر لاعب ما ينفعش تستغنى عنه في الفرقة كلها؟ مين؟ من غير ما تفكر كده هتقول محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم اللاعب الوحيد اللي ما تقدرش تستغنى عن اي لعيب تاني ممكن فيها وعليها، يعني بعد محمد عبد المنعم في 4-5 يعني ورا عبد المنعم على طول، منهم حمدي فتحي، منهم حسين الشحات، منهم اليو ديانج، منهم بيرسي تاو بالمستوى الاخير بتاعه ده، منهم مروان عطيه. 5-6 العمود الفقري بتاع النادي ما ينفعش اجي ناحيتهم. طيب اول حاجه عملتها حمدي فتحي بنسبه كبيره جدا بره الاهلي. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ عشان امشي حمدي فتحي لازم اكون عندي سيناريوهات في دماغي مجهزها ان انا يكون عندي بديل قوي. وانا من وجهه نظري البديل القوي حمدي فتحي هيكون لاعب من 2 ملهمش ثالث من وجهه نظري، ويكونوا لعيبه اجانب، وليد الكارتي بتاع بيراميدز او بالرمضان بتاع الترجي. لو ما كنتش مجهز واحد من الاثنين دول هيبقى في مشكله في نص الملعب عندي. طب الاهلي بالوضع اللي احنا فيه ده، اللعيبه اللي انا محتاج اقف عندها واقول تمشي واللعيبه اللي تقعد، في حاجه لاحظتها النهارده في بوست كان نازل على ان شريف التجديد بتاعه محدش جدد معاه وانه ممكن يمضي مجانا، ولقيت يعني انا بستعجب جماهير الاهلي ساعات والله، كله مع السلامه والمركب اللي تودي. يا جماعه الفرق الكبيره لازم يكون عندها صف اول وصف تاني، وما ينفعش صف تاني. بمعنى هقول لك على لعيبه بعينها وانت ركز معايا: محمد طاهر، محمد شريف، قفشه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم. شايف ال5 دول؟ وممكن يكون نسيت واحد كمان او 2. انا لو سالتك على حد يمشي فيهم هتقول لي يا عم ما يمشي. لا يا سيدي ما يمشيش، مفيش ولا واحد منهم يمشي حتى لو مش عاجبينك، بس دايما هتلف وتلف وتلاقي كل واحد في مكانه ليه دور معين بيعمله في توقيت معين لازم يكون موجود، ما ينفعش اسيبه. الفرقه بتاعتي تقل، الفرقه بتاعتي تفضى. انا ما عنديش جيل ابو تريكه، ما عنديش في الباك وائل جمعه ولا سيد معوض ولا محمد عبد الوهاب الله يرحمه ولا احمد فتحي في عزه، ولا عندي محمد شوقي، ولا عندي حسام عاشور في عزه، ولا عندي بركات، ولا عندي ابو تريكه، ولا عندي فلافيو. ما عنديش الكواليتي ده. الناس كلها مستواها متقارب، في جزء منهم
لما بيبقى فيت وفي التوب فورم بتاعه بيفرق معايا جدا. زي مين؟ واحد زي حسين الشحات وبيتسي تاو. احنا خدنا البطوله دي من وجهه نظري ان الاثنين دول هم وراهم محمد هاني استعادوا فورمه عاليه جدا في الاوقات الصح. الشحات قلب الدنيا. وبرضه سمعت ان الشحات طالب تاجيل التجديد بتاعه، والشحات صدقوني لو خرج من الاهلي مع فتحي، مع حمدي فتحي، هتبقى كارثه. ليه؟ تاني مرة أنا دلوقتي عانيت مع الجيل ده، عانيت كتير جدا عشان يوصلوا للشخصية، يوصلوا إنهم يتحملوا الضغوط، يوصلوا إنهم يلعبوا المباراة النهائية في مركب محمد الخامس وهم حاطين رجل على رجل ومش خايفين ومش هاممهم حاجة، وتصريحاتهم متزنة وكلامهم متزن واسلوبهم في التعامل مع الوضع ومركب محمد الخامس وجحيم كازابلانكا والكلام الكبير ده ولا فرق معاهم. طب الناس دي كانت كده؟ لا، الناس دي خدت 5 مرتين من صن داونز واتغلبوا في مواقف كتير وكانوا ما بيعرفوش يتصرفوا. وكتبت عملت عليهم مره قريب من سنه الاهلي وجمهوريه بخ، كان اي لعيب بيتضغط عليه بيتلخبط ويخبط رجليه في بعض وما بيعرفش يتصرف في الكوره. ما صدقنا شكلنا الشخصيه دي، واللعيبه دي دلوقتي بقى يعتمد عليها. محتاج ايه؟ محتاج ان انا ازود مركز راس الحربه، محتاج ان انا اجيب مهاجم سوبر، لكن شريف يفضل موجود وكهربا يفضل موجود. الفريق اللي بيلعب على البطولات الكتيره دي لازم يكونوا ال30 ولا ال40 بتوعه كلهم ستاند باي. معلول محتاج اشوف له بديل كفء، لكن مش معلول يمشي ولا حتى يقعد دكه، بس ريحه. لازم وحتما ولا بد يبقى في مدافع او 2 اقوياء جدا بيعرفوا يلعبوا الكوره من تحت ويطلعوا بالكوره مع محمد عبد المنعم، لان ده ثروه قوميه بالنسبه لي. محمد هاني وعبد الفتاح المكان الباك يمين كويس، قدرت اجيب ثالث، اجيب نص الملعب ده. انا كده مشيت حمدي فتحي وبنسبه كبيره ديانج ممكن يمشي. عندي مين في نص الملعب؟ الراجل العالمي ده مروان عطيه، والسوليه مش في افضل حالاته، وكوكا الصغير، ولحد دلوقتي انا مش عارف احنا هنعمل ايه. المركز ده لازم لو جبت رضا بوبو اللي ما عرفوش لعيب رائع، بس اشبه بلعيب 10 اكتر منه هاف ديفندر. فانا محتاج اني ادخل اكرم توفيق ربنا يشفيه ويرجع في نص الملعب، يا اما اكون مجهز، وحتى لو دخلت اكرم مش هو ده الحل النهائي يعني، لازم اكون مجهز 1 أو 2 من اللعيبه السوبر اللي يدخلوا السكواد ده. يا ريت بالرمضان بتاع الترجي اتمنى، او وليد الكابتن بتاع بيراميدز اتمنى برضه، لان ما ينفعش امشي حمدي وممكن يمشي ديانج واسيب نص ملعبي فاضي، الدنيا كده تبقى باظت. طيب الجزء الاهم قلنا راس الحربه، فاضل لنا بقى بيرسي تاو وطاهر بديله، او بيرسي تاو وكريستو وراه، الاثنين دول كلهم ما بيلعبوش. انا محتاج جناح يكون سوبر، محتاج جناح سوبر. لازم لعيب، كان في لعيب اللي اسمه مارسيلينو اللي عملت عليه فيديو ده كان حاجه رائعه، اتمنى نعيد المفاوضات معاه. يا جماعه نركز وما نفضيش الفرقه بتاعتنا عشان اللي بيحصل ده. لو حسين الشحات وديانج وحمدي فتحي ال3 خرجوا من الاهلي هتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه لي شخصيا. معرفش تتفقوا معايا ولا لا، بس انا شايفها مشكله كبيره. ما ينفعش نفرط في لاعبتنا. انا سمعت ان حمدي فتحي هو اللي اختار، هو اللي كان عايز يخرج، وحمدي فتحي برضه يستحق المكافأة بعد ده كله ماديا. وحط تحت الحكاية دي 1000 خط، الخروج ماديا. لكن الاهلي لازم يكون طموح، سقف طموح اي لاعب بيلعب فيه. مفيش حد يفكر انه هيخرج من الاهلي عشان مستوى اعلى. انت الاهلي ببطولاتك وبانجازاتك اكبر من نص انديه اوروبا اصلا. يعني انت لو دورت الدوري الانجليزي ال6 الكبار والباقيين كلهم مفيش حد فيهم خد بطوله قاريه في حياته يعني. ونفس الكلام الدوري الاسباني والدوري الايطالي
ومش بقولها كده بتنفخ واقول لا لا، انا بتكلم جد. على المستوى القاري انت فريق كبير جدا، وبطولاتك سواء محليا او خارجيا، فما ينفعش ابقى انا عامل زي اياكس ولا بازل ولا اللي هو الناس تيجي عندي محطه وتخرج. لا، اللي جاي يجي عندك هنا سقف طموح الاهلي، لان الاهلي لما بيلعب في البطولات الكبيره كاس العالم للانديه ودوري ابطال افريقيا والنهائيات، لازم ابقى حاطط في بطني بطيخه صيف فكره السكواد، ما بقاش مقلق من اللعيبه، ابقى عارف ان انا عندي لعيبه كتير عندها حلول وعندي دكه. احنا كسبنا نهائي دوري ابطال بسبب الدكه، ناس نزلت غيرت المباراه. فانا عن نفسي لازم ابقى حاطط في دماغي ان ما ينفعش افرط في لعيبتي وانا مش واخد بالي او مش محضر بلان بي ان انا اكون عندي خطه بديله. هرجع تاني واقول لا حمدي فتحي ولا الشحات ولا مين التالت اللي احنا قلنا عليه ولا ديانج ينفع يمشوا من غير ما اكون مجهز بدايل قويه جدا. خلي بالكم ما تفرطوش عقد الفرقه عشان ما ندخلش في حال صبايص بعد كده. نركز، وانا عارف ان الاداره مركزه ومجهزه البدايل، بس انا لاحظت ان الاهلاويه وجماهير الاهلي متخيلين ان لما شريف يمشي ولا قفشه يغور ولا طاهر يا عم ما حدش يستفيد منه حاجه، انت كده فرتكت فرقتك خالص. ما ينفعش، لازم تكون داعم للعيبه اللي انت حتى مش راضي عنها، على الاقل وجودهم بيعمل توق. اتمنى يكون الكلام ده واصل، واتمنى نشوف الاهلي بيفرحنا مره السنه دي بالفوز بكاس العالم للانديه، ولا يهمكم جوارديولا ولا هالاند ولا الكلام الفاضي ده. سعدت بيكم واتمنى اكون اسعدتكم. يومكم سعيد.